هل الحب حرام؟ السؤال ده بتسأله كل يوم منكم. خليني اجاوب على السؤال ده بعدين واحكي لكم الاول كيف بدأ الحب. زمان قوي ايام جدي وجدتك الحجريه كان عندهم الحب بالقوه، يعني الست بتعمل اسكان للمكان وتشوف مين اقوى واحد في القبيله وتتجوزه، والراجل بيشوف مين اكتر واحده صحتها حلوه للتكاثر ويتجوزها برضه. ما كانش في مشاعر، كنا لسه بادئين الكوكب واخدين الحضاره على صدرنا، وشويه واكتشفنا النار، فالست بقت تنجذب للراجل اللي بيعرف يعمل الاكتشاف العجيب ده لانه ببساطه هيقدر يحميها. شويه كمان وعرفنا الزراعه. مش محتاجه اقول لك جدتك الحجريه انجذبت لمين بالظبط. جدي وجدتك الحجريه كانوا بيتجوزوا لسببين: التكاثر وتلبيه احتياجاتهم الجنسيه. الموضوع كان بهذه البساطه. الانسان بص حواليه لقى الحمار الوحشي بيلبي حاجته زيه بالظبط، لا والقرود والنمور والغابه كلها بتعمل زيه. فالانسان حس انه ايه ده، انا ارقى من كل اللي بيحصل ده. وده اللي افلاطون اكده لجدك الاغريقي. افلاطون كان شايف ان الجاذبيه الجسديه ليست شرطا للحب يا شباب، بس الشباب كانوا بيلبوا حاجتهم جوه فما كانش حد مركز معاه. افلاطون كمان كان شايف ان الحب مش محصور ما بين الراجل والست، وقسم مشاعر الحب ل8 انواع. ايروس الحب الروماني اللي هو الحب الجسدي، اغابي هو الحب الغير مشروط اللي قدمه يسوع لكل البشر، وثالث نوع هو فيليا الحب اللي بنحسه تجاه اصحابنا، فيلوشيا هو حب الذات اللي المفروض تحسه تجاه نفسك. النوع الخامس ستورج هو حب بابا وماما والعيله بابا وماما وكلنا. النوع السادس هو حب العشره البراجما اللي بتيجي على مدار السنين. وده يخلينا نتكلم عن اللودوس حب البدايات، الفراشات اللي في الاول. واخيرا مانيا الحب المهووس، وده في نظر افلاطون ممكن يدمر الانسان ويوصله للهلاك. خدت بالك بقى ان افلاطون خلى الحب ما بين الراجل والست يمر ب3 مراحل: اللودوس اللي هي حلاوه البدايات، الايروس اللي هي تلبيه الاحتياجات، واخيرا البراجما اللي هو قاعدين قدام التلفزيون بناكل حمص الشام. ومع نزول الاديان السماويه كان تلبيه الاحتياجات خارج اطار الجواز خطيئه، بمعنى ان الجواز بقى هدفه تلبيه الاحتياجات والتكاثر. يعني تلبيه الاحتياجات مش مرحله بنوصل لها، يعني هو اول حاجه فيه والسبب ليه، والحب بيجي بعد الجواز. وزي ما احنا متفقين مفيش حاجه بتيجي بعد الجواز غير العيال. واتزنقت الحضاره كلها في الحته دي، وهي ان اي حد هيحس مشاعر حب لازم يحس معاها بالخطيئه. ليه بقى؟ علشان الحب ارتبط بتلبيه الاحتياجات واصبح مشروط بالجواز. فنرجع لسؤالنا بقى، هل الحب حرام؟ ببساطه لا، الحب مش حرام. فشوفوا انتوا عايزين ايه من اللي قدامكم وصرحوا بيه، بمعنى انه مش اي حد يقولك بحبك تروحي معاه على الايروس وانتي اصلا عايزه اللودوس. عايز تتجوز علشان تكون اسره وتتكاثر، قول ده. اما بقى لو انت عايز لودوس وفراشات وحب وفي النص ايروس وتنتهي بالبراجما، قول ده. لكن ما نضحكش على بعض باسم الحب، علشان ببساطه هي دي الخطيئه.